بمسحة واحدة بس من القطنة بعد ما تحطي التركيبة دي من الزيوت هتشيلي كل سواد السنين اللي موجود عندك في منطقة البكيني والاندر ارم والمناطق الحساسة، كمان منطقة بين الفخدين اللي اكتر البنات بتشتكي منها. كمان البنات اللي لسه خارجة من حمل وولادة وعندها كلف حمل، الموضوع ده هيفرق معاكي جدا وهيديكي نتيجة ايجابية في فترة قصيرة جدا جدا جدا. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. لو عايزة تعرفي الوصفة دي مكوناتها ايه وطريقة الاستخدام بتاعتها وايه كمان الكريم اللي هتستخدميه بعد الوصفة دي، هيشيلك كل حاجة غامقة في جسمك بمسحة واحدة بس من اول مرة. كمان هتشوفي الفرق بنفسك. تابع معايا الفيديو للاخر، واتمنى ان انت لو مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس وادخلي استفادي بقى من كل الفيديوهات اللي موجودة، كلها تجارب شخصية مضمونة ومجربة. مبدئيا كده كنت حابه اشكر كل البنات اللي بتدعمني وبتشجعني ودايما بتكتب لي تعليقات حلوه، وكمان البنات اللي بتضغط لايك تحت الفيديو من غير ما تكتب حتى تعليقات. بجد كل حاجه بتعملوها بتفرق معايا وبتشجعني جدا، وبتشجعني كمان ان انا انزل لكم اي تجربه بتكون نتيجتها ايجابيه عشان تفرق معاكم زي ما فرقت معايا. العرايس بقى والبنوتات اللي فرحهم قرب ومعادش وقت على فرحك ومحروجة وعندك مناطق غامقة في جسمك، الوصفة دي هتجيب معاكي من الاخر، ومكوناتها سهلة وبسيطة جدا ومش هتكلفك خالص خالص خالص. اول حاجة هتروحي عند العطار هتجيبي منه زيت لوز مر، وبأكد عليكي زيت لوز مر مش زيت حلو. زيت اللوز المر لو قعدنا نتكلم على فوائده مش هنخلص، بس احنا عايزين ناخد منه الحاجة التجميلية بس اللي فيه. يشتغل على ايه بقى زيت اللوز المر ده، وليه بالاخص اللي اخترناه في الوصفه دي كمان في المناطق الحساسه؟ مكتوب في النشره بتاعته، او حتى لو عملتي سيرش على جوجل على اهميه زيت اللوز المر، دايما عودي نفسك قبل ما تعملي اي وصفه لازم تقري عنها كويس جدا، ممكن يكون ليها اعراض جانبيه بعد الشر تاذيكي. فزيت اللوز المر ده بيشتغل على التصبغات والكلف والنمش، وهو ده اللي احنا عايزينه بخصوص البشرة معناها الجلد مش الوجه، لان انا ضد الزيوت يعني تتحط بكمية على الوش ممكن تعمل حبوب او اكياس دهنية، فبستبعد خالص موضوع الزيوت ده ايه للبشرة اللي هي للوجه. لكن لبشرة الجسم حلو جدا مفيد جدا، الترطيب حلو جدا بتاعه، فهو مرطب قوي وكمان بيشتغل على الكلف والنمش واي امراض جلدية تخص البشرة والتصبغات وكلف الحمل وكل الحاجات دي. الناس بقى اللي عندها كلف في رقبتها او اسمرار في منطقة الرقبة من الخلف هيفرق معاكم جدا جدا برضو الوصفة دي. تاني حاجة وهي زيت الليمون. زيت الليمون مقشر طبيعي بس قوي، بيحتاج معاه ترطيب، عشان كده حطينا معاه زيت اللوز المر بالاخص. كمان زيت الليمون ليه ريحة عطرية حلوة للناس اللي بتحب ريحة الليمون او زيت الليمون. هو ريحته حلوة جدا وبيشتغل على حاجتين، التفتيح والتقشير. حضري بقى بخاخة عندك مثلا تكون فاضية وتكوني معقماها كده ومنشفاها كويس، او اي ازازة تكوني برضو غسلاها ومنشفاها ومعقماها كويس. هنعمل ايه؟ هنحط نوعين الزيت دول، 2 بس. شفتوا مكونات سهلة وبسيطة ازاي؟ مفيش اسهل من كده، والنتيجة حلوة قوي هتعجبك جدا. هتحطي بكميات متساوية من نوعين الزيت دول، بس للأسف انا كنت فاكرة ان الكاميرا بتصور بس فصلت فما شفتوش وانا بحط. يعني مثلا ممكن تحطي 3 سنتي من زيت الليمون عليهم 3 سنتي من زيت اللوز المر. لو هتحطي مثلا 2 غطا من زيت الليمون هتحطي عليه 2 غطا من زيت اللوز المر. اهم حاجة تبقى الكميات متساوية، ما يكونش حاجة اكتر من حاجة، وهترجيهم كويس جدا مع بعض. وبعدها تستخدموهم ازاي على اي منطقة انت مثلا حابة ان انت تفتحيها، زي منطقة مثلا البيكيني والمناطق الحساسة دي، تكوني غسله المنطقه كويس ومنشفاها مفيش فيها نقطه ميه خالص، ناشفه جدا. بعدها تاخدي كميه مناسبه من الزيت ده وتدلكي اي منطقه عندك لمده 5 دقايق تدليك بحركات دائريه. بعدها تجيبي اي قطنه وتمسحي المنطقه دي كويس جدا، هتلاقي سواد وغمقان واسمرار طلع معاكي في القطنه دي، مش هتصدقي ان بجد كل ده طلع معاكي من اول مره. هتعملي الموضوع ده كل يوم قبل النوم. حابه ان انت تعمليها مرتين في اليوم، يا سلام، يبقى كويس جدا جدا. تعمليها مره في اليوم هتاخدي برضو منها نتيجه حلوه قوي. كل مره هتحطي منها من نوعين الزيت دول وتمسحي هتطلعي غمقان، هتطلعي اسمرار، هيفرق معاكي جدا. بعد ما تمسحي الزيت مش تغسليه، ما تغسليش، بعد ما تمسحيه كويس جدا بالقطنه وتطلعي كميه الاسمرار دي
هتحطي كريم تفتيح اسمه مون لايت، هو الانبوبه الكبيره بتاعته سعره 50 جنيه والصغيره 30 جنيه. حلو جدا، انا بالنسبه لي ده كينج تفتيح البشره سواء للاندر ارم او للبكيني او الوجه والرقبه. الكريم ده عشق بجد، حلو جدا ومن الحاجات اللي مبقدرش استغنى عنها خالص، وكل ما تخلص بكررها تاني، وما شفتش حاجه ترضيني بنفس المستوى ده. وسعره كمان مناسب جدا لكميته، مش حاجه غاليه. واكتر حاجه بجد بحبها فيه ان المكونات بتاعته كلها طبيعيه 100%. زيت بذور العنب، كمان البقدونس، كمان في خلاصة العرق سوس. الحاجات دي كلها حلوة جدا وفيها فيتامين سي وفيتامين كي وفيتامين ايه، فكلها حاجات مفيدة وطبيعية للبشرة. حلو جدا جدا، هيعجبكم بجد. اللي جربه يقول لي ايه رأيه فيه سواء للوجه او للجسم. فبعد ما تمسحي جسمك من الزيت بالقطن وتطلعي الاسمرار، هتحطي كمية مناسبة من كريم مون لايت للتفتيح وهتنامي بيه. تمام. هتصحي الصبح طبيعي ان انت مثلا تدخلي التواليت وتغسلي وكلام من ده، حاولي ان انت ترطبي باي كريم مرطب زي بنسينول او زنك اوليف. تكات بقى صغيره هتفرق معاكي وضروريه جدا، ومن غيرها الوصفه مش هتديكي النتيجه اللي انت عايزاها. اول حاجه وهي الترطيب، لان من الاسباب اللي بتخليكي ان انت تسمري في اي منطقه في جسمك، حتى المناطق الحساسه بين الفخدين، تحت الابط. الحاجات دي كلها محتاجة ترطيب. الترطيب بيمنع ويقلل الاسمرار بنسبة 100%، يعني من العوامل الأساسية ان انت لازم ترطبي. تاني حاجة الملابس بتاعتك حاولي ان ما تكونش غامقة، لان الاحتكاك مع الملابس الغامقة بيعمل زي تصبغات كده. تمام. خلي ملابسك اكترها قطن، ودايما المكان ده ناشف، يعني بعد ما تخلصي تواليت تنشفي. كمان لازم تعملي سكراب على الاقل مرتين في الاسبوع لجسمك كله بشكل كامل. هتشيلي الجلد الميت، هتجددي الخلايا، هتدي لجسمك نعومة، يبقى جلدك ناعم كده زي جلد البيبي. فبالتالي بتقشري برضو الغمقان والاسمرار وكل الحاجات دي. متبقيش بترطبي ولا كمان بتقشري وتقولي المناطق دي عندي ليه بتغمق او ليه على طول غامقه. في حاجات لازم تعمليها وفي اسباب لازم تبطليها. ودايما اهتمي بنفسك عشان نفسك. نفسك برضو ليها حق عليكي، ولما انتي بتدي لنفسك حقها بتحسي كده بثقه في النفس، وبتحسي ان انتي راضيه عن شكلك وعن كل تفاصيل جسمك. فانتي امشي على الخطوات اللي انا قلتلك عليها دي، وهتجيب معاكي نتيجه تكوني راضيه عنها، وان شاء الله هتدعيلي. بس يا بنات، يا رب اكون افدتكم. دي كانت وصفة النهاردة، يا ريت اللي تجربها تقولي فعلا من اول مرة من اول مسحة طلعت ايه في القطنة. ويا رب اكون افدتكم. ما تنسوش طبعا تدعموا القناة باشتراك وتفعلوا زر الجرس وتدخلوا تستفادي من كل المحتوى. ولايك كبير بقى تحت الفيديو، ونتقابل في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.